في تطور جديد لقضية عقوبة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، كشف مصدر جيد الاطلاع أن اللجنة التأديبية للكاف تتجه نحو تخفيض العقوبة إلى مباراة واحدة. ويأتي هذا التطور بعد أن قررت الجامعة الملكية لكرة القدم استئناف قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر في حق الناخب الوطني وليد الركراكي. وصفت الجامعة في بلاغ لها أصدرته أمس الأربعاء 24 يناير 2024 القرار بالمجحف، مؤكدة أنه مجانب للصواب، خاصة وأن الوقائع أظهرت أن وليد الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية. وقضت لجنة الانضباط بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بتوقيف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ل4 مباريات، منها مبارتان مع وقف التنفيذ. وإذا تم تخفيض العقوبة إلى مباراة واحدة، فسيتمكن الركراكي من قيادة المنتخب المغربي في المباراة الثمن أمام جنوب إفريقيا